وبما انه سبق وحطينا وصفة بيش دو نويل على شوكولا مع كريمة الزبدة على صفحتنا، شو رأيكم اليوم نعمله على فاني؟ ورح ابقى ارجع احط لكم الوصفة السابقة بهاشتاج تحت البوست. بدنا 5 بيض بحرارة الغرفة، بنضيف فوقهم ملعقة صغيرة من الفانيليا ورشة ملح، نخفقهم كتير كتير منيح لحتى يبيضوا ويضاعف حجمهم بهالشكل. نرجع بنضيف شوي شوي 3/4 كوباية سكر، فوقهم ملعقتين كبار من الزيت النباتي، بننخل كباية من الطحين مع ملعقة صغيرة من البيكنج باودر، ومنحرك بس ما منبالغ بالتحريك لحتى نحصل على هيدا القوام. بننزله بصينية الحرف تبعوه واطي مغلفة بورق الزبدة، وعلى الفرن الحامل رف الوسط 180 درجة من 10 ل 12 دقيقة. أهم شي بهيدي الخطوة إنكم ما تبالغوا أبدا بالخبز تبعوله أحسن ما يشقشق معنا نحن وعم نلفه. على السريع هو سخن بنشيله وبنقلبه على ورق الزبدة، وبنرجع بنلفه بهالشكل، بنغطيه وبنتركه لحوالي ساعة بحرارة الغرفة لحتى لا يبرد. من بعد ما يبرد نرجع بنفتحه. أنا حبيت إني غلفه بمربى الفريز، هيدي خطوة اختيارية إذا بتحبوا بس كتير بتطيبوا. بنخفق مغلف من الكريمة البودرة وبنحشي فيه، وبنرجع بنلفه بنغطيه كتير منيح وعلى البراد لعدة ساعات أو لليلة كاملة بيكون أفضل. فيكم تغلفوه بالكريمة يلي مثل يلي سبق وخفقناها، أو تعملوا هيدا الجاناش. بتذوبوا حوالي 200 جرام من الشوكولا الأبيض بالميكروويف مع ربع كوباية كريمة سايلة، بتتركوهم ليسقعوا ويشتدوا كتير منيح. بترجعوا بتغلفوا الكيك فيهم، وهيك بكون صار جاهز عنا ميلاد مجيد.